السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة بسيطة وسريعة وسهلة عشان الفطار. هنعمل كيكة نصفها شوكولاتة ونصفها عادي. أنا عندي 3 بيضات وعلبتين زبادي وكوبايتين سكر وكوبايتين دقيق وباكو كيك شيف و4 بواكي فانيليا. طبعا جبت الخلاط 3/4 كوباية زيت برضو. جبت الخلاط وحطيت فيه السكر مع البيض مع الزبادي مع الفانيليا وهضربهم كويس في الخلاط. تمام. انا كده حطيت معلقتين ميه علبه الزبادي عشان احطهم في المكونات اللي انا هخلطها في الخلاط دلوقتي، وخلطتهم كويس ضربتهم. وهفضي الخليط بتاعي واحط عليه 3/4 كوبايه زيت وكوبايتين دقيق، وهحط عليهم الباكو كيك شيف. هضربهم كويس بالمضرب السلك لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه. ولو انا بضرب المكونات دي وبقلب فيها كويس ولقيت الخليط سايل معايا محتاج معلقتين دقيق تاني، عادي ممكن احط له معلقتين دقيق تاني او ربع كوبايه دقيق لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه. انا كده رح اجيب بوله تاني عشان خاطر بعد ما اضرب الخليط ده كويس رح اقسم الخليط ده نصين. مجهزه طبعا الصينيه دهناها ورش عليها رشه دقيق، والصينيه رسمه القلب عندي هحط القلب ده نصين، نص الشوكولاته والنص التاني الكيكه العاديه. تمام. انا كده قسمت المكونات وحطيت لي 3 معالق كبار كاكاو، والكاكاو يفضل ان هو يكون خام، طبعا خاص بالمخبوزات. كده انا ضربت الخليط كويس، وطبعا كنت مولعه الفرن على درجه حراره 180، وفضيت او صبيت الخليط مع بعضه بالطريقه دي عشان يديني الشكل ده.